ليه 95% من المشاريع بتفشل بعد 5 سنين؟ اول حاجه بنسبه 40% بيكون بسبب سوء التخطيط، اكتر سبب قاتل. ناس كتير بتبدا المشروع بتفكير ايه المشكله، نجيب منتج ونبيعه، وما يحسبش التكاليف الحقيقيه ولا المنافسه ولا السوق اصلا عاوز ايه. والحقيقه ان المشروع مش مجرد فكره، المشروع ارقام وتخطيط وتوقعات. تاني حاجه وده بيكون بنسبه 30%، اداره ماليه كارثيه. تلاقي صاحب المشروع بيصرف على الديكورات اكتر من التسويق. لازم تفهم ان الفلوس اللي في ايدك دي مش ارباح، دي وقود للمشروع، ولو خلصت قبل ما تحقق ربح حقيقي قول على المشروع ده السلام. تالت حاجه منافسه مرعبه، وده تقريبا 20% من اسباب الفشل. السوق مليان وحوش، ولو مش مميز هتتاكل اكل. لازم تفهم ان السوق بيكافئ اللي بيفكر صح مش اللي بيقلد غيره. رابع حاجه وده بنسبه 10%، عدم فهم العملاء. الناس مش هتشتري منك عشان انت تعبت، هتشتري منك علشان عندك حاجه تستاهل. لان في الواقع نجاح اي بيزنس بيساوي فهم عميق للي العميل عايزه بجد. خامس حاجه واخيرا وده بنسبه 100%، اعتمادك على الحماس بدل العلم. الحماس لوحده ما بياكلش عيش. روح شوف اي مشروع ناجح هتلاقيه وراه دراسه وتحليل واستراتيجيات، مش بس بوستات تحفيزيه. طب الحل؟ قبل ما تبدا مشروع اتعلم الاساسيات، التسويق والاداره الماليه والمنافسه. خلي عندك خطه بديله، ما تحطش كل البيض في سله واحده. استثمر في التعليم مش بس في الادوات. سؤال ليك، لو عندك مشروع او ناوي تبدا مشروع ايه اكتر تحدي بتواجهه؟ شاركني رايك في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك وفولو.